مبروك لنادي الزمالك الفوز بالسوبر الأفريقي. بس أنا الحقيقة طالع النهاردة علشان أوضح نقطة مهمة جدا. لعيب الكورة قبل أي حاجة جزء من مقوماته هي الاتيتيود أو السلوك. فلما أجي أشوف احتفال بالمنظر ده من رامي ربيعة، واحد من كباتن النادي الأهلي، وعمر كمال برضو اللي المفروض لعيب عنده خبرات ولعيب دولي، ويا ريت مثلا إن الاحتفالات دي كانت بعد المباراة أو بعد ضربة الجزاء الحاسمة للفوز، لأ، ده بعد أول وتاني ضربتين جزاء في ماراثون محدش يقدر يعرف نتيجته قبل ما يخلص. استفزاز واضح للعيبة نادي الزمالك وجمهوره، وبمثابة احتفال مبكر والمباراة لسه شغالة. وده هيرجعني المباراة سابقة في السوبر الأفريقي في الماضي القريب سنة 21 قدام الرجاء، وفي الدقيقة 88 والرجاء متقدم، وراح لعيب الرجاء يستفز جمهور الأهلي قبل المباراة ما تخلص، وبعدها الأهلي يتعادل بدقيقة ويفوز بركلات الجزاء. وطلعت المقولة الشهيرة: ما ينفعش تحتفل قدام الأهلي قبل المباراة ما تنتهي. وبعدها أحب أروح للقطة الشناوي بعد ما راح مع ضربتين جزاء وخبطوا في إيده ودخلوا أهداف، عمل الحركة دي تصدير إحساس قلة الحيلة وفكرة طب وأنا هعمل إيه تاني من قائد الفريق، بدل ما يبقى هو اللي بيدي الثقة وبيحمس اللعيبة. لأ، ده غير كمان إن عليه جزء من مسؤولية الهدف، فكان لازم يبقى عنده دوافع أكبر من كده، إن أنا حتى لو ما صدتش دول هصد غيرهم. في النهاية نتيجة مباراة لو قدر جوميز يبني عليها للزمالك وما تبقاش حاجة سلبية زي ما قال بعد ما الدوري ضاع، ولكن كان فاز على الأهلي في الدوري وخسر الدوري في الآخر. الزمالك لو قدر يبني فعلا على المباراة دي هيبقى عنده مقدرة إن يقدم موسم محترم جدا.